هو الديودرنس ممكن تجيب سرطان في الثدي؟ معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية. هجاوبكم في الفيديو ده عن السؤال ده. اتسألته كتير قوي من كذا مريضة وكذا حد على السوشيال ميديا، إذا كان استخدام ديودرنس معينة أو مزيلات عرق معينة ممكن تسبب سرطان في الثدي. الكلام ده كله نظريات، مفيش فيه حاجة ثبتت علميا تماما، مفيش أي سبب واضح وصريح لسرطان الثدي، يعني مفيش حاجة استخدمها أو أعملها والاقي إن جالي بسببها سرطان في الثدي. فاستخدام الديودرنس ايا كان نوعها، سواء الرولونز، سواء الكريمات، سواء اي السبراي، مفيش اي حاجه ثبت فيها انها ممكن تسبب لي سرطان ثدي صريح. تمام. وفي حاجه تاني كمان، ازاله الشعر او الهير ريموفل، سواء بالليزر او باي طريقه تانية، الواكسنج او الشيفنج او اي طريقه لازاله الشعر الزائد من تحت الابط، ملهاش برضو اي علاقه بسرطان الثدي، ونقدر نعملها بطريقه سيف جدا. بس يفضل ان احنا قبل ازاله الشعر او قبل الهير ريموفل ايا كانت طريقته، ان احنا نعمل تطهير او تعقيم للمنطقه ديت عشان نقلل البكتيريا اللي بتبقى موجوده على الجلد، لان ايا كانت طريقه ازاله الشعر بتسبب ان المسام تتفتح او تبقى واسعه، وبالتالي ممكن ادخل اي بكتيريا موجوده على الجلد وازود فكره الالتهابات والاحتماء والاحمرار والخراريج اللي ممكن تحصل بسبب الطريقه دي. لكن لما بننظف المكان كويس او بنعقمه بنطهره بكحول او اي برفيوم او اي حاجه مطهره بتدين، بنقلل العبء او كميه البكتيريا اللي موجوده على الجلد، وبالتالي بنقلل الالتهابات اللي بتحصل بعد الهير ريموفل بكتير. وناس كتير بتقلق منها وتفتكر ان دي في كلكعه تحت الباط، وبيبقى الفكره ان حصل حيل نتيجه الالتهاب اللي حصل من الهير ريموفل، او اتعمل غده ليمفاويه تحت الباط كبرت وتضخمت وبتوجع، والمريضه بتفتكر ان هو كتله او ورم وبتخاف وبتقلق جدا. فطريقه ازاله الشعر ايا كانت طريقتها سيف بالنسبه لسرطان الثدي، ملهاش علاقه. اي نوع ديودرنت حابه تستخدميه، اي وسيله لازاله لمزيلات العرق برضو سيف، نقدر نستخدمها عادي خالص، ان شاء الله مفيش مشكله. تابعوني في فيديوهات تانية كتير عشان نعرف معلومات اكتر عن سرطان الثدي والتوعيه ضد سرطان الثدي. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب لليوتيوب وفولو للفيسبوك والتيك توك وتويتر وانستجرام.